كان كويس جدا بصراحه، ما كنتش متوقعه يعني، وبسطت جدا من العدد ومن رد فعل الجمهور. الحمد لله. المسرح حاجه جميله. شكرا، اتعلمت معاكم حاجات كتير قوي. كنت بجسد شخصيه بندق، انبسطت بيه جدا وفضل في ذاكرتي. في البدايه اعتذرت عن العرض وقلت له لا مش هعمل كده خالص. المزيكا بتاعتنا اكوستيك كلها، يعني مش بنحتاج ساوند سيستم في اغلب الاحيان. فعلا ليه سحر اكتر من اي كاميرا، اكتر من اي شاشه. هي تجربه مختلفه بالنسبه للمسرح. والله بتكسف والله ما اقدرش. هي عفارم عليك يا حمدي، البيان ده هيولع الدنيا. ايه يا عم في ايه خطتنا؟ كنت اتكلم بدل ما طعمها. انا رميت في وسط البلد بس 1000 قنبله. 1000 بيان ولا ايه؟ عقبالك قنابل بقى يا رب. ان شاء الله قريب. حاجه يا فندم ايدك على 50 ساعه. ليه تاني؟ هات 50 ساعه بقول لك، لازم نطبع كمان 2000 نسخه. 2000 ب 45 ساعه بس. معلش يا اخويا. اتفضل. بالظبط. عاوزين 2000 نسخه. انا اتاكد من المشوار بقى يا اسكندر، انا لوحدي رميت 2000 نسخه. انا ممكن اروح يا اسكندر. عفارم يا رومي. يا سلام، ساعه ما نوزع البيان ده في الجامعه اراهن ان البوليس السياسي هيورق. بقول لك ايه، امي مسافره بكره الصبح. وده وقته مثلا. بتزعق ليه؟ بقول لك امي مسافره، هتلبس الدبل امتى؟ اما ترجع. مش راجعه. يعني ايه؟ امي مهاجره. مهاجره؟ راجعه لاهلها. هم مش كانوا ماتوا كلهم وخلصنا؟ ها؟ الله، انت رايحه فين؟ هستناك الساعه 5 قدام باب الجامعه. اياك تستسلم، مش ممكن دي بتحطمني. معلش يا اخويا كلهم كده. حصلها انت وانا هكمل اجتماعي. عن اذنكم 5. وانت هتيجي تلبس الدبل امتى صحيح؟ ترى يا بنت تكونيش ناوي تعملي زيها ولا ايه؟ خلاص سكتني. لعب عيال؟ يعني ايه لعب عيال؟ ما تكلمني كويس يا عم محمد. بقول لك ايه، مش عايز صوت عالي، انا بكلمك بالذوق. تقوم تقول لي لعب عيال؟ بقول لك انا بنفسي موزع مش اقل من 2000 نسخه. 2000 3 10 ايه اخرة البيانات؟ كلام فارغ ولعب عيال. انا اسمي يسرا الشهدي، تالتة رسوم جرافيكس كلية فنون جميلة، وانا عضوة في فريق اتيليه المسرح بحسن حظ يعني. احنا قدمنا عرض اوبريت الدرافيل. هو كان سبق ان حد تناوله قبل كده، بس احنا تناولناه بطريقة يعني بما تقترب للاحداث اللي حاصله دلوقتي، 25 يناير، حسني مبارك، الكلام دوت بطريقه فاني شويه. الحقيقه اللي خلاني اختار اعمل اوبريت الدرافيل السنه دي مع فريق المسرح، هو في حاجه لازم اقولها في الاول، ان انا خريج نفس الفريق يعني. وانا طالب في كليه فنون جميله زمان من 11 12 سنه كده، كنت في نفس الفرقه دي وبنعمل عروض. وكان في يعني اشتغلت مع مخرجين كبار يعني اذكرهم بكل خير، زي محمد عبد الخالق والراحل حسن عبده كان مخرج هايل، وكان بيعمل بالفرقه القديمه سنه 96 عرض اسمه اوبريت الدرافيل اللي كتبه خالد الصاوي سنه 92. لما شفت العرض ده كان بيتعرض على الهناجر حبيته الحقيقه جدا، وانا كنت لسه في اعدادي الكليه، يعني في اول سنه في الكليه عيل يعني. انا اسمي اسماء ابو اليزيد، في كليه فنون جميله فريق اتيليه المسرح. كنت بعمل دور حجيجه في العرض، عرض اوبريت الدرافيل. حجيجه شخصيه شويه زي نوعيه كتير قوي موجوده في حياتنا، اللي هم سوري يعني اللي هم شبع بعد جوع، او اللي هم يعني محدثين نعمه، دايما ورا السلطه لمجرد الانتفاع مش اكتر.
مش هممهم اي حاجه في الدنيا، ما لهمش اي حاجه غير ان هم يعرفوا مصالحهم ويروحوا وراها وبس. هي وحجاج طبعا جوزها. لو كنت وافق على الأحزان لاشيل آلام الناس عمري وننحنى ظهري التعبان. لو كنت وافق على الأحزان لاشيل آلام الناس عمري وننحنى ظهري التعبان. ماليش مكان على الأرض ياهو ولا أعيش ما بين الناس عمري. أنا إيه غير العين الباكية على حال غلابة ينكسروا يقيدوا روحهم في الركية وكل ما يجنوا يبكوا ويرموا للأحزان عمري. بكرة السعيد عايز قوة، بكرة الجديد عايز إحساس، عايزين نحس ببعض يا ناس ونكون سوا مرة وحلوة ويومها بس أعيش عمري. العرض اسمه بريتي درافيل، هو عرض غنائي راقص، كتابة فنان خالد صاوي، إخراج المبدع شادي الدالي. أنا كنت بجسد شخصية بولدوج. عارفة الناس اللي هم يعني القوة، عارفة هو أنا بمثل القوة في البلد، يعني تحت السلطة على طول، يعني هو اللي دايما بيبقى تابع للسلطة عشان يستفيد منها أكبر استفادة. يعني كنت بكتب حاجه سودة سواد الليل، كنت بكتب حاجه افشل من الفاشلون، يعني بكتب حاجه. الفاشلون اوريدي كان بلاك كوميدي جدا، وعايزه المره دي كنت رايح اكتب حاجه اسود. فاللي حصل انا وقفت، دماغي وقفت بقى. لا ده احنا في حاجه جديده حصلت، ده في مصر كلها بتتغير، احنا نفسنا بنتغير، عشنا خبره عمرنا ما عشناها قبل كده. شفت حاجات بعينيا ما كنتش عمري متخيل اني اشوفها او اعملها. فاتحطيت في مزنق اللي انا مش عارف، ولو كتبت دلوقتي هكتب حاجه وحشه قوي الحقيقه. مش هينفع وانا محمل بالافكار دي كلها ومشبع بيها اكتب حاجه، هبقى بجد يعني هبقى مش صادق، هبقى فيك قوي. فقررت ارجع للنص القديم اللي شفته زمان، اللي حبيته قوي، اللي عندي النص بتاعه في البيت، فتحته قريته مره كمان عشان اخد قرار، فلقيته شبه قوي اللي حصل. يعني انا كنت ناسي، لقيته فعلا يشبه قوي وقريب قوي وبيقول حاجه تنفع لاي عصر. يا جماعة المظاهرات قبل شوية، النهارده نهاية الطغاة، الله أكبر. معلش يا حبيبتي استحملي شويه، دلوقتي الدكتور يوصل. إيه بتولد؟ الدكتور اتاخر قوي. المظاهرات قلب الدنيا والشوارع كلها مقفولة. اخرسي، بالراحة خلي بالك، اوعى عينك. شوف الجبان يسيبها في عز زنقتها. اخرسي. لا اسكت. معلش أصل منفعل شوية. ما أقصدش. يا جماعة إحنا لازم نسهر. يا وليدي إيه يا حبيبتي اللي أنت بتقوليه ده؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ يا وليدي هو احنا يعني جدودنا كانوا بيولدوا ازاي؟ اسخن ميه. ليه؟ معرفش، بس انا بشوف كده في الافلام من غير اي حاجه خالص هتموت. يا وليدي اللي مخلي ان حلاوه الاوبريت او العرض دوت ليه علاقه بالكليه بتاعتنا، انه احنا عاملينه بطريقه سرياليه شويه. يعني احنا عاملينها المسرحيه كانها لوحه سرياليه، كل تفصيله فيها، كل حاجه فيها ممكن كل واحد يفهمها بطريقه، مش لازم اللي قاعد هنا يفهمها بنفس يعني زي ما اللي قاعد هنا فهمها. عمر رأفت، فنون جميلة تالتة ديكور، اسكندر الأكبر في أوبريت درافيل. فعلا انا مهند شوانه، تالتة تصوير زيت. انت قلت ايه تاني؟ ليه؟ بلعب دور حجاج في اوبريت درافيل. كلمني بقى عن دورك يا عمر شويه، ولا السؤال ده ما بتحبوش؟ ما بحبوش. طب تحب تقول ايه عن المسرحيه؟ قول لي إيه دورك؟ ايه دورك؟ الاسكندر الأكبر.
واحنا بنعمل البروفات وانا بفكر لسه هنعمل ايه، لان انا بشتغل بطريقه يعني ان انا بعمل ورشه تمثيل، لان الممثل عندي هو اهم عنصر، خصوصا المسرح عندي فقير قوي ما فيهوش يعني لا هيبقى عندي فلوس اجيب مؤثرات فظيعه ولا ما عنديش، وبالتالي الممثل عندي لازم يبقى هو اهم عنصر، وطبعا لازم يعني اعمل له تمرينات كافيه وابقى متاكد ان انا بالممثل فقط ضامن عرض حلو، لانه ده هو اهم عنصر. لو التمثيل مش حلو الناس ما بتحبش العرض ايا كان، حتى لو الاخراج فظيع والديكور هايل والاضاءه ما اعرفش عامله ازاي مش ما بتفرقش. اهل البلد مولانا الخليفه رعاه الله، طالب تظهروا الاخلاص والحب والانسانيه، وتبعتوا قافله من خبز وزيت ولبن، اول هيكون عنده واخر هيكون عندكم. يا اهل مصر الكرام، يا اهل مصر العظيمه، احبابك قبل الاعداء، علشان تتحرر منهم، علشان تتحرر من نفسك، علشان نتحرر في النور. طبعا اولا نفسي المسرح يرجع قيمته تاني كمسرح زي مسرح دوله بيقدم فن حقيقي، مش هزار. بس هو بدا يرجع. لا انا اختلف معاك، انا شايف هو بدا يرجع عن الاول بكتير، يمكن ما احنا موجودين هو بدا يرجع. دي ثقه مش دعوه بيها. لا يعني لازم المسرح مهم جدا في الدوله، او في دور بيلعب دور كبير جدا في ثقافه الدول، وبيفرق من دوله لدوله. ممكن بس مسرح او الفن اللي بيتقدم من خلالها. وانا شايف ان لو حصل بس تناول مختلف لموضوعات وطريقه اخراج مختلفه بس بشكل غير مباشر، بشكل غير نمطي، اعتقد ان احنا ممكن جدا نرتقي الفن، وبالتالي ثقافه البلد او الدوله كلها ممكن تتحسن جدا. خلاص ازيك يا كويس الحمد لله. طيب يعني نحب بقى نختم الحلقه الحلوه دي. عايزين نروح المقطم دلوقتي. نروح المقطم. انا وشادي الدالي مخرج عرض اوبريت الدرافيل، اصدقاء من واحنا في كي جي 1، فمتربيين سوا فنيا، متربيين سوا حياتيا، متربيين سوا في كل حاجه. ومثلنا كتير سوا ايام ما كنت بمثل مسرح، مثلنا كتير. وشادي اتجه للاخراج، عمل عرض الفاشلون اولا ونجح جدا، ثم قرر يعمل عرض اوبريت الدرافيل، فاستدعاني كلمني على اساس اعمل الحان اوبريت الدرافيل. فانا اتخضيت الحقيقه، لان العرض ده انا شفته قبل كده بالحان حلوه قوي، بس كان من 16 سنه. فكنت فاكر الحانه، يعني قعدت اتفرجت عليه من 16 سنه وفضلت فاكر الحانه. كان الرخامه عندي ان انا اعيد تلحين حاجه انا حافظها، يعني حاجه انا بحبها كمان مش مجرد حافظها. ففي البدايه اعتذرت عن العرض، قلت له لا مش هعمل كده خالص. فقعد ورايا لحد ما وصلنا لحاله بعد كده
انطلقت. الأولى مقدونيا وفيها الأهل واصوني تمام، والتانية الهند وفيها الناس عبدوني تمام، والتالتة مصر وفيها الخل عصروني. والله انساكي زماني لسكونك يا مصر، وديني بيكي جنينة وفي الجنينة قصر، وأكيد منادي نادي كل يوم العصر. مصر جنة غنية للي يسكنها، واللي بنى مصر الأصل حلاوة. قررت اجيب فرقه حاجه تانية خالص. فرقه موسيقيه هايله جدا. هم اوريدي عاملين فرقه مع بعض هايلين جدا، عاملين الحانهم عاملين كلماتهم مع بعض واغانيهم سوا. فكلمت خالد ابو حجازي قائد فرقه حاجه تانية خالص، وصديقي ودفعه، يعني يعتبر الدفعه اللي بعديه بشويه في الكليه، انا اصغر مني شويه. هو ماجستير تربيه موسيقيه حاليا. ولما كلمت خالد على العرض هو بقى يقول لك ايه اللي حصل. والله في الحقيقه يعني برضو انا ويحيى اصدقاء من زمان، واعرف شادي بدالي برضو من فتره طويله. انا بكالوريوس تربيه، يعني واخد بكالوريوس تربيه موسيقيه 2006، وحاليا بحضر ماجستير في تاليف موسيقى عربيه في سنه ثانيه ان شاء الله. يحيى كلمني قال لي ان في عرض، انا بعمل عرض مسرحي جديد، ومحتاج اكون فرقه وكده. فكده احنا في بند في الكليه اسمه حاجه تانية خالص، ده جروب شباب لطيف قوي. عددنا 5 افراد، بنلعب المزيكا بتاعتنا اكوستيك كلها، يعني مش بنحتاج ساوند سيستم في اغلب الاحيان. الحاجه الوحيده المشتركه هي فكره انه الحلم بتاع الثوره ده حلم التغيير، انه المواطن المصري فعلا طول الوقت عايز يغير، سواء ويثور سواء على محتل او على حاكم ظالم، واحنا ربنا رزقنا بحكام ظلمه كتير قوي في الحقيقه. ان التاريخ مشابه لبعضه يعني ببعض التغيرات الطفيفه والاختلافات الفروق الشخصيه. يعني لو نلاحظ في النص ده هنلاقي ان الشخصيات مختلفه جدا عن بعضها في احلامها الشخصيه، انما في الاخر بيتوحدوا عشان حلم الثوره. بعد ما الثوره بتنجح بيرجعوا تاني يختلفوا، حاجه كده شبه اللي بنعيشه دلوقتي يعني. فدي عبقريه خالد الصاوي يعني في الحقيقه. يا سيدي أمرك لم يا روحي يا روحي يا سيدي. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة يا حاج. شفت ابنك وعمايله؟ عمل ايه النفي بالنفي؟ بيولع نار في الشوارع وبيلعب مع الصية وبيحدف طوب على العساكر الفرنسوية. عفارم عليه، سبع ابن سبع. انت بتقوي عليا يا حاج. اسمعي بقى يا بنت الطازباز، انت انا مصري، ابن مصري بسماري ولوني مصري، وابني لازم يطلع زي مصري. انت فاهمه ولا لا؟ مصري مش شركسي ولا ارناؤوطي. بنت طازباز صحيح. انت بتشتم بابا زي الامام العالي والانساب الملوكية. يا واطي يا فلاح يا كلب. انتي طارق اطلعي بره يا ولية يا برانية، بره مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، مصر. يا عزيز كوبا تاخد الانجليز. 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 يا الشعب الجليل، ايها الاخوه المواطنون،
يعني انا اتمنى ان انتوا تيجوا طبعا تشوفوا العرض فعلا لامس حاجات كتير جدا في بتحصل دلوقتي بره. هتتبسطوا صدقوني يعني لما تيجوا. شكرا. لازم نعمل حاجة كبيرة، لازم نعمل حاجة لازم نعمل حاجة كبيرة، لازم نعمل حاجة زي الوعد وزي الرعد وفوق الوصف وبعد الحق، زي الوعد وزي الرعد وفوق الوصف وبعد الحق، لازم نعمل حاجة كبيرة، لازم نعمل حاجة لازم نعمل حاجة كبيرة، لازم نعمل حاجة لازم. وكان من فرقة أتيليه المسرح بروح الفنان الراحل الشهيد حسن عبده. أغنية الدرافيل تأليف الفنان خالد الصاوي، موسيقى وألحان يحيى نديم، التوزيع والتنفيذ الموسيقي فرقة حاجة تانية خالص، هشام أنس على العود، أمير البصري على الجيتار، محمد نبيل على الساكس، محمد العشري باس جيتار، خالد أبو حجازي قاعد، أغنية الدرافيل تصميم الإضاءة مهندس أبو بكر الشريف، ديكور وملابس محمود سامي، ساعدة في الديكور والملابس رانيا مجدي، نبيل زين، رزاق سعيد، ووئام عصام. المخرج المساعد ريما مارا، مساعده الإخراج سارة الحديدي، مروة الريدي، تصميم الدعاية حمدي حسن، كان معكم على خشبة المسرح هند الشيني، محمد عزمي، رنا حمدي، سمر جلال، أحمد يحيى، ومهند شبانة، أسماء أبو يزيد، رمضة عصام، وعمر رأفت، يسرى الشهدي، وفهد إبراهيم. أغنية الدرافيل فرقة أتيليه المسرح 2011 والمخرج المبدع شادي التالي. سادة الحضور نشكركم على حسن استماعكم لنا، وإلى اللقاء.
في عروض اخرى لفرقه اتيليه المسرح. اسمحوا لي ندعيكم يوم الاحد الجاي لفرقه حفله حاجه ثانيه خالص. حفله فرقه حاجه ثانيه خالص يوم الاحد الجاي في نفس القاعه يوم 17 سنه. المشكله ان احنا بنلاقيش حد يتحمس لنا انتاجيا. يعني كنا بنسمع عن الحاجات دي زمان ايام الابيض والاسود، انه يعني انا مش لازم الدوله، يعني انا مش لازم الدوله هي اللي تخليني اعرض عندها، لان الدوله لها اليات معقده شويه ولازم تشغل موظفينها وحاجات كده. احنا بنشتغل بشكل حر في كل دول العالم. الناس اللي بتشتغل بشكل حر بتلاقي حد يمولهم. انا هنا كويس اني بلاقي مثلا مكان زي الساقيه يقول لي تعالى، انا يعني تعالى اعرض ليله مثلا. انما هل هيجي يوم مثلا الاقي منتج متحمس وجريء يقول لي تعالى انا هنتج لك العرض ده، ادي مثلا قرشين وهياخدهم 4 5؟ يعني انا يعني ما ان شاء الله هيجي لنا ناس، ما احنا عروضنا بتنجح زي ما شفت الصاله بتبقى مليان. فانا بس بحلم باليوم ده واني الاقي مكان اعمل فيه بروفات محترم من غير ما اضطر اجره او ادفع فيه فلوس. يعني مش عارف، ما اعرفش يعني الحل فين. انا بقول لك احلامي زي ما هي كده.